السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف ان شاء الله. في فيديو جديد. غبرت عليكم غبره طويله، ولكن رجعت لكم بهذا الفيديو غير باش ما نقطعش وصافي. المهم بغيت نبارطاجي معكم هذا الكيك العائلي، كيجي بحجم كبير، كيجي زوين بزاف وخفيف. ندوز ان شاء الله الطريقه والمقادير في نفس الوقت. بالنسبة للمقادير البنات، هنا كنحتاج 4 البيضات مع قبيصة ديال الملح، درتهم هنا في هاد البانيو هذا. غادي نحتاج 2 ديال الفانيات، 4 ديال الخمارات، نكهة ديال الليمون، ودانون ديال البنان أولا الياغورت ديال البنان. هذا معلقة ديال الخل، والكاس اللي غادي نعبر به هو هذا. غنعبر به الزيت وغنعبر به السنيدة وحتى الدقيق. غادي نبداو على بركة الله البنات. نطرب هاد البيض مع القبيصة ديال الملحة، وغادي نزيد حتى الفاني، راني ما درتوش دابا حتى بديت. المهم كنديرو الملحة، قبيصة الملح مع 4 البيضات بدرجة حرارة المطبخ، وغادي نزيد 2 ديال الخمارات. نطرب مزيان هاد الخليط هذا. أنا عاد تفكرت ندير لكم الفاني. المهم قبلوا على التصوير البنات، لاني صورت بالطول عاودتو درتو هكا بالعرض وجاني بهذا الشكل هذا. المهم يسمحوا لي وصافي على التصوير، غير باش نطلع لكم بهذا الكيك وصافي، باش ما نوقفوش. المهم بالنسبه للفاني درت 2 ديال الفانينات، طربت مزيان حتى ولا ليا الخليط ابيض بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي ندير كاس ديال سنيده كما كتشوفوا معايا، هذا القياس اللي وريتكم ديال الكاس اولا الكاس ديال العنبه المعروف. المهم راكم عارفين القياس. الكيسان كيختلفوا، ولكن ديما العبارة تيكون هو هذاك. صافي غنطرب مزيان هاد الكاس ديال سنيده، وغادي نزيد نص كاس، يعني عندي كاس ونص ديال سنيده. ضروري كل حاجه غادي نديرها غادي نطربها مزيان. ضروري هاد المرحله الاولى هي المهمه كاع في الكيك، انه يجيكم خفيف، كيبغي يطرب مزيان مزيان. انا درت كاس ونص ديال السنيده وغادي نعاود نطرب مزيان. صافي كما قلت لكم، خذوا وقتكم في الاول، طربوا 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 حتى يولي لكم الخليط بهذا الشكل هذا. غادي نزيد الزيت، كاس و4 ديال الزيت كافيين. بالنسبة للزيت كتبقاو ديروا غير خويط هكا وانتم كطربوا. هنا مع الكاميرا شادها ما لقيتش كيفاش نصور لكم. المهم كديروا هكا الزيت وانتم كطربوا في نفس الوقت. غادي نزيد واحد الربيع ديال الزيت، يعني عندي كاس و4 ديال الزيت وكاس ونص ديال السنيده، هانتوما القياس. او 4 ديال الزيت غادي نضيفو حتى هو، غادي نطرب مزيان صافي. ونعاود نخلط كل حاجه غنديرها غادي نطربها مزيان. هذا باش غادي ندير المكون اللي تابعو. المهم خذوا وقتكم البنات في المكونات الاولين، بالنسبه للسنيده، الفاني، البيض، الزيت، خذوا وقتكم مزيان في التطراب. ملي غندير الياغورت اولا دهن هذا بنكهه البنان كيتواتى بزاف مع الفاني. غادي نديرو هنا مبغاش ينزل ليا المهم غادي ندير الكاس ديال الياغورت، وديك البقايا اللي كيبقى ليا هكا في الكاس غنطرب غير شويه بما ما ندابج ليا الياغورت اولا دانون. غادي نزيد هنا الماء دافي على يعني داك الشيء اللي كيبقى ليا في الكاس تاع دانون حتى حاجه ما تطيح. غادي نزيد عليها معلقه ديال النكهه ديال الليمون تكون جديده ومزيانه، وغادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نضيفو على الخليط ديالي هانتوما كما كتشوفوا معايا. صافي من بعد غادي نضيف الدقيق هنايا. عندي تقريبا 2 الكيسان ونص، وغادي نشوف. هو اغلب يعني الوقت كتاخد 3 الكيسان ديال الدقيق، كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، على حسب يعني الخليط عندكم ميزانكم. غادي تشوفوا معايا القوام ديال الكيك كيكون بهذا الشكل هذا. هنا تندير الدقيق وغادي نوريكم. ضروري تغربلوا اولا الدقيق والخمارات، ضروري تغربلوا البنات. من بعد ما اكتفيت هكا من الدقيق درت 3 الكيسان عامرين، ودرت 4 ديال الخمارات. هنا كنزيد معلقه ديال الخل وكنخليها كتفاعل واحد الثواني. كما كتشوفوا ها هو التفاعل ديالهم كي كيكون. ضروري هاد المرحله البنات كتعطيكم واحد النتيجه رائعه. غادي نخليهم هكا غير يتفاعلوا واحد شويه صافي، كنخلط تخليطه خفيفه صافي. والخليط ديال الكيك ديالي كيكون واجد نديرو في المول. هانتوما شوفوا القوام ديال الكيك كيفاش خاصو يكون باش يجيكم كيك ناجح وطالع.
ومفشفش من الداخل. هانتوما كي كيجي كينزل هكا بحال كيتموج، يعني ملي كينزل ليكم في الخليط كيبقى هكا هابط خط واحد كيتطوى. هذا هو المول البنات، مول الحجم ديالو كبير، مول العادي يعني اللي معروف من زمان. وهذا الخليط ديال الكيك ديالي. مرة أخرى نقول لكم البنات سمحوا لي على التصوير، ولكن هاد الكيكة راه تستحق تجربة، جربوها راه كتجي رائعة بزاف. هنا درت شوية الكاكاو البنات وخلطته، درت واحد الكمية قليلة زدت عليها الكاكاو. المهم راكم عارفين داك الشكل الرخامي ديال الكيك هكا، ودرتو في المول ديالي. سخنت الفران واحد شوية ودخلتها طيب حتى طلعت، شعلت لها بالوجه ديالها، خدات هاد اللوين هذا خرجتها البنات. هانتوما شوفوا القوام ديالها كي كتجي خفيفة وزوينة بزاف. غادي نخليها تبرد شي شوية وغنزينها هنا بالإيفيلي سواء اللوز أو لا كاكاو. وعندي هنا الكونفيتير جاري وشوية ديال النكهة مبقاتلياش، واحد شوية نكهة الليمون. هانتوما البنات أنا زربت عليها شي شوية، وهنا درت واحد شوية ديال الشوكولات مذوب نزل ليا لتحت، ماشي مشكل، المهم جا الشكل ديالها زوين. دهنتها بالكونفيتير بديك شوية النكهة، خلطتهم مع بعضياتهم ودهنت. ودرت هنا الإيفيلي غندوب واحد شوية ديال الشوكولا نوار بهذا الشكل هذا، وغادي نزين بها الوجه ديال الكيك ديالي هكا خطوطه فوق الإيفيلي، كيجي الشكل ديالها زوين بعد ما كينشف لينا هذاك الشوكولا على الإيفيلي. كتعطينا واحد المذاق زوين، وكتعطينا واحد المنظر اللي هو حتى هو زوين. المهم بهذا القياس هذا كنهز المعلقه وكندوز خطوطه. ممكن ديروا شي يعني شي بوش ولا شي حاجه باش يجيوكم خطوطه هكا مقادين وزوينين. وهذا هو الشكل النهائي ديال البنات كيفاش كيجي زوين وكيجي عالي. هانتوما حاولت نوري لكم من التحت ومن الفوق، وكما قلت لكم التصوير راه ما مساعدنيش لاني صورت بالطول. هادشي اللي كاين البنات، خليت لكم الراحه. الفيديو يجي ان شاء الله. السلام عليكم.